فقياسا على العمر بالكتابه او بتحقيق شيء معين، ما كنتش حاجه طبعا حاجه يعني كبيره، بس قياسا على المشوار اللي هو بدأ من سنتين ثلاثه، كان تعتبر ان هو يعني ركبنا التراك بشكل ما. ولكن اكتشفت انه انا مش هعرف، ودي بقى التركية اللي انا يعني بحبها في تجربتي الشخصية، انه انت اكتشفت ان انت هتضيع شغفك لو ما اهتمتش بالكارير الاساسي بتاعك. مش كل الشغف بيعرف يصرف على نفسه. بمعنى ايه؟ معنى انا حد دلوقتي مثلا بيحب يكتب او بيحب يرسم او بيحب يعزف او بيحب يعمل اي موهبة، شئنا ام ابينا ده هياخد وقت شويه عقبال ما يجيب عائد مادي يقدر يصرف على نفسه. ده واقع، ده عشان بدون تجميل يعني. مفيش حاجه اسمها انا هصحى الصبح هحس ان كتابتي دي بتصرف عليا. مش هيحصل، مش هيحصل الا في مرحله معينه، وفرد فردين ثلاثه اربعه من وسط مئات. تمام؟ طيب، فليه رحت للصيدله؟ مش مجبر ولا حاجه، انا حابب الصيدله، بس انا رحت للصيدله جزء او سبب من الاسباب الرئيسيه ان انا مستقبلا اعرف اصرف على شغفي. كتابة. يبقى عندي فكره ان انا ما ببصش ورايا، ان انا مش مطالب اني انزل الشارع اشتغل 3 4 شغلانات عشان اعرف يبقى عندي وقت فراغ اكتب ساعه. لا، طب ما انا اخد خطوات كتيره او خطوات سريعه في مجال الصيدله تريحني شويه، ان انا بكتب بعد 10 سنين بدل ما اكتب ساعه اكتب ساعتين 3 4 5. قصدي اقول انه مفيش تعارض يا أولويات. جماعه والله، بالظبط. وفي فقه اولويات بقى، ده شئنا ام ابينا، ده في الحياه عموما حتى كمان، مش بس في الشغف والكتابه والرسم والمواهب وغيره. انت حتى انت في حياتك العمليه نفسها جوه شغلك، المجال الطبي، تلاقي انه لو حد دخل واقف في استقبال مستشفى وحد دخل له ربنا يعافي الجميع يعني من حادثه، وحد ايده مجزوعه، هيروح لمين؟ طبعا للي عنده حادثة. الاولويات اللي انا محتاج اعالجها دلوقتي، اللي انا محتاج اغطيها دلوقتي. وانس ان احنا خلاص خلصنا ده، خلاص بقى. وبالمناسبه مش معنى كده ان انت توقف الشغف، يعني انت مش مفيش ما يمنع ان هم يمشوا متوازيين مع فقه بعض. أولويات. بالظبط، احنا مش بنمشي خطوه وبعد كده نروح لهنا وبعد كده نرجع، لا خلاص مشيهم مع بعض. بس مشيهم مع بعض وانت مخلي حاجه هي اللي واخده حياتك الكامله، وحاجه